نقرأ من الوعود إصلاح شامل لمنظومة الانتداب والتسمية في الخطط الوظيفية نحو تكريس الكفاءة والمسؤولية، ووضع حد للمحسوبية والتعيينات على أساس الولاء دون الكفاءة. الله. كيف لا يتساءل المواطنون عن جدية الحكومة وخطابها وهم يرون تعيينات المديرين العامين والموظفين السامين والولاة على أساس مناقض تماما لمنطق الكفاءة ومبني تماما على منطق الولاء والولاء الحزبي فقط. ثم تساؤلات وانشغالات عبرنا عنها منذ انتصاب الحكومة المؤقتة في ظروف من عدم الجاهزية لتسيير الشأن العام. عدم جاهزية كنا في الكتلة البرلمانية، في الكتلة الديمقراطية داخل المجلس الوطني التأسيسي كنا نبهنا إليها منذ البداية، واليوم وبعد 100 يوم من ادعاء الجاهزية والكفاءة نحن نقرأ في الحديث الذي أدى به مؤخرا رئيس حركة النهضة إلى جريدة فيجارو، نقرأ ما يلي عن سؤال: هل أنت راض على أداء الحكومة؟ يقول الأمور ماشية باستثناء البطء في القرارات، لكن هذا شيء طبيعي لأن تعلم السياقة يتطلب وقت. يا جماعة يسوقوا في السفينة بتاع الدولة في عربة الدولة ما عندوش برميل يا أخي. على كل حال إن شاء الله يا جماعة 100 يوم بتعلموا شوية من السياقة، وعلى كل حال ربي يسترنا جميعا وربي يستر بلادنا. قلت ثم حيرة وثم تساؤلات وثم أيضا انتظارات كبيرة، انتظارات لا نظن مع الأسف أن الحكومة المؤقتة قادرة على الاستجابة إليها، لا نظنها قادرة على ذلك بالنظر إلى برنامجها الهزيل